السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سكوربيون كالعادة، فيديو جديد. فيديو اليوم فيديو تحليلي باش نرجعوا فيه على مقابلة النادي الإفريقي وشبيبة العمران ملعب الأولمبي برادس اللي فات لصالح أبناء باب جديد 2-0. اليوم الحقيقة متاع ربي أبهرني أن مستوى النادي الأفريقي أمام شبيبة العمران. ماخذ فكرة على فريقي عم ناول والمشاكل اللي تعدت بها عم ناول. اليوم تصلحت الأمور في النادي الأفريقي، العجلة بدأت تدور تحسها. طرح بن قردان ما خليتوش ريبير. علاش؟ خاطر كنت حكيت وقلت لي طرح بن قردان ماهوش ريبير، خاطر من اصعب لي ديبلاسمون في البطوله انك تمشي لبن قردان وفي السخانه هذيك وفك التيران وحاله التيران هذاك وتكور في التيران هذاك، واللاعبين اللي لاعبين في التارتون يعرفوا فاش قاعد نحكي، خاطر السخانه كي تبدا تكور في التارتون راهي تطلع لك لساقيك وتخليك تفشلك، ما عادش تنجم تعطي المردود المطلوب منك. ورغم هذا النادي الافريقي عمل 2-2 في بن قردان، نتصوروا ديبلاسمون صعيب برشا. الافريقي كان منظم البارح كونتر شبيبه العمران على كامل ارجاء الملعب، والتفاهم واضح كان ما بين اللاعبين نتاعو، وخاصه في قلب الادوار. زحف هجومي للنادي الافريقي وهذه حاجه جديده في الفريق هذا. التسديد من خارج المناطق، شفنا قداش من تسديده من خارج المنطقه، واستغلال الكرات الثانيه الراجعه دوزيام بال معناها. شفنا احمد خليل كيفاش من كرة راجعة يعطي تسديدة يعني ممتازة برشا، الجارديان يعاود يرجعها ويستغلها ايدو. شفنا آية مالك، شفنا الصغير كيف يسدد، لكن ما تمش استغلال الكرة الراجعة. هنا فما خدمة تاع بيتوني، وقلت لكم بيتوني راهو ثعلب ماكر السيد هذايا. التنويع في تنفيذ لبالاريتي المخالفات والركنيات، خلق الكثافة العددية في هجوم النادي الافريقي. حتى شفنا في بعض الاحيان الافريقي يهاجم بستة وسبعة لاعبين في مناطق شبيبة العمران. حاجة أخرى شدت انتباهي هي اللياقة البدنية متاع النادي الإفريقي متاع لاعبيه، اللي حسب رأيي هي اللي عملت الفارق في المقابلة هذيا. رغم أنه النادي الإفريقي وفى المقابلة من 10 دقائق الأولى 2 بلاش، لكن تشوف الإفريقي حتى الدقيقة 46 من الشوط الأول وهو ضاغط على شبيبة العمران وماشي للاتاك. تقول خاسر 2 بلاش. كيف حتى الدقيقة 94 تبعوا اللياقة البدنية متاع اللاعبين كانت ممتازة، وهذا شيء يبشر بكل خير في بطولة السنة. دفاعيا النادي الافريقي كان واقف كما يجب، وما شفناش اغلاط في المناطق نتاع النادي. وصلت الفريق الدافع بستة لاعبين، الاربعه المدافعين اللي تعودتوا عليهم، اللي دو لاتيرو والزوز اللي في اللاكس، وزيد معاهم احمد خليل والصغير. بعبارة أوضح، الإفريقي قص الأكسجين على جياسو وتفوق عليه في كل المناطق الميدان وما خلاولوش نفس. خطة المدرب كانت في أغلب الأحيان 4-2-4 الهجومية، وتعرفوا الخطة هذه هجومية بحتة. 4-2-4 كي نقول 4-2-4 خطة هجومية بصعود السهيلي والخضراوي. سعود السهيلي ودخول الخضراوي مع ايدو في خطة مهاجم صريح. هنا باش نرجعوا على اللاعبين بعجاله، باش نحكيوا على كل لاعب بعجاله. اللاعبين اللي شدوا انتباهي وعجبوني في النادي الافريقي، اللاعب ايات مالك لاعب ممتاز، ثعلب في الديزويت نتاع الفريق الخصم، ولاعب ممتاز جدا. غيث صغير لاعب عجبني كيف في وسط الميدان، عنده رؤية ممتازة في الملعب من خلال تمريرات في الأعماق وتكسير ليليني وتسهيل الخروج بالكرة، وهذا أمر مهم برشا. بسام الصرافي مانيش محتاج باش نحكي على بسام الصرافي، نعرف الوليد هذايا ملاعبي، ملاعب عنده قدرات هايلة. لكن اللاعب هذايا لازم ينقص مدي شيء تكنيك، خاطر فما حاجات زايدة ما تتعملش في الكورة. ألعب السامبل، أنت ملاعبي ألعب السامبل. الخضراوي اللي أنا قلت ملاعبي أعوذ بالله من كلمتين ويعجبني طفل هذايا، ما كانش في مستواه المعهود نظرا لتواجده في خطة جديدة وفي مركز ماهوش متعود عليه. كان تقريبا رأس حربة مع ايدو في الديزويت. هنا في الخلاصة على اللي تفرجت فيه امام جياسو، النادي الافريقي باش يكون رقم صعب في بطولة السنة العام هذا، وباش نشوفوا دربي من نار، باش نشوفوا حرب السنة في للانتعاش اللي مر بها الترجي التونسي والنادي الافريقي. الزوز حوم هذوما اذا كان هما قويين راهي بطولة تونس باش تمشي، باش تكون قوية. يعني عنا سنين ما شفناش الافريقي قوي. السنة الافريقي والترجي قويين حسب رؤيتي هذيا، باش نشوفوا دربي عالمي، وهذا ما يرجع للمنتخب وما يرجع للبطولة التونسية كان بالباهي. بارك الله فيكم، ان شاء الله تتفاعلوا معايا في الفيديو هذه، تبارتاجيو وتابونيو في الشين لو سكوربيون.
نتفاعل معكم في الكومنتات بطبيعة الحال. خليوا لي آراءكم، قولوا لي إذا كان التحليل عجبكم، إذا كان أنا نزلت على لي بوان الصحاح في التحليل متاعي، وإلا عندي أغلاط تنجموا تصلحوا لي. وبارك الله فيكم الناس الكل.